السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة أدريجين. اليوم غادي نهضروا على واحد من أغرب السيناريوهات اللي شفناه في دور المجموعات ديال كأس العرب. سيناريو ما كان حتى واحد يتوقعه، واللي قلب حسابات كل المنتخبات وخلى بزاف ديال الناس مصدومين. تونس كتفوز 3-0، قطر كتسالي المنافسة، ومع ذلك المنتخبين خارج المسابقة بسبب نتيجة ما كانش في الحساب، تعادل سوريا وفلسطين. القصة بدات مع الجولة الأخرى في المجموعة. تونس دخلت المقابلة ديالها ضد قطر عارفة باللي ما عندها حتى حل آخر غير الفوز وبأكبر عدد من الأهداف. اللاعبين داروا مجهود كبير والمنتخب التونسي بان مركز ومصمم. الهدف الأول جاب بكري ورفع المعنويات، ومن بعد الهدف الثاني زاد عطاهم ثقة، والثالث جابوه بطريقة بينات القوة ديالهم وقدرتهم يرجعوا للمنافسة. 3-0 نتيجة كبيرة، نتيجة اللي في العادة كتكون كافية باش تضمن التأهل براسك مرفوع. ولكن المفاجأة الكبيرة كانت في المباراة الثانية. الجميع كان كيسون على هذاك اللقاء بين سوريا وفلسطين، ولكن قليل اللي كان كيتوقع أن نتيجة التعادل غادي تكون هي اللي تقلب الطابلة على تونس وقطر بجوج. المنتخبين دخلوا بفكر مختلف. فلسطين كتلعب آخر فرصة ديالها وكتدافع على كامل فرصها، وسوريا كانت كتقاتل باش ما تخسرش. النتيجة تعادل بسيط، ولكن تأثيره كان كبير بزاف. هاد التعادل دار خليطة كاملة في الفصيلة وخلاه سوريا وفلسطين يتأهلوا بحساب النقاط وفارق الأهداف، وطرشاو تونس وقطر برا، رغم أن تونس دارت واحد من أقوى المباريات ديالها في الدورة. الجمهور التونسي تفاجأ، لأن الإحساس اللي كيجي من بعد ما تربح 3-0 هو أنك غادي تمر أكيد، ولكن كرة القدم عمرها ما كتعترف بالمشاعر. الحسابات هي اللي كتقرر، وقطر حتى هي سالت المشوار ديالها في مرحلة المجموعات، وهذا الشيء خلى بزاف ديال التساؤلات. فين كان الخلل؟ شنو اللي خاص يتحسن؟ وشنو غادي يوقع في المستقبل؟ اليوم كنعيشوا واحد من أغرب نهايات دور المجموعات، لحظات اللي كتوريك أن الكرة غير متوقعة، وأن كل دقيقة وكل نقطة عندها قيمة. تونس خرجات وهي رابحة، وقطر خرجات وهي كانت كتقاتل، ولكن التأهل مشى لناس اخرين. وانتوما شنو رأيكم في هذا السيناريو؟ واش كيعتبر ظلم ولا هذا الشيء طبيعي في بطولة كبيرة فيها منافسة قوية؟ ما تنساش تخلي رأيك في التعليقات، وبغيتي نكملوا تغطية كأس العرب يوميا دير لايك للفيديو وبارطاجيه مع اصحابك، وما تنساوش تشتركوا في القناة أدريجين باش يوصلكم الجديد ديالنا يوميا، لأن الحماس باقي والمباريات الجاية غادي تكون أقوى. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، نشوفكم في الفيديو الجاي.